من هو مسلم بن عقيل وشنو خذلان أهل الكوفة لمسلم بن عقيل؟ تعالوا خلي أسولف لكم. مسلم بن عقيل هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، تربى في بيت الإمام علي وكان من أشجع فرسان أهل الكوفة، بحيث بعض العلماء قالوا أن مسلم بن عقيل لا يقل شيء عن أبي الفضل العباس عليه السلام، وهو من أول استشهد من أصحاب الحسين عليه السلام في الكوفة. وسافر مسلم بن عقيل إلى الكوفة وجمع ما يقارب 18 ألف مبايع للإمام الحسين عليه السلام. ووصل الخبر إلى يزيد فأمر شخص داعي إلى السياسة وهو عبيد الله بن زياد، فأمر أن يقتل مسلم بن عقيل ويقتل جميع من بايع مسلم بن عقيل. عبيد الله بن زياد راح للكوفة، وأول شي سواه بالكوفة جمع جميع رؤساء قبائل أهل الكوفة، فتح لهم خزينة الدولة ويقول لهم اخذوا قد ما تريدون بشرط أن تنفذوا مبايعة الحسين. فاللي رفض أن يأخذ الأموال ويقتل الحسين أن يكون مصيره أو القتل أو السجن. فعبيد الله بن زياد بث الجواسيس بين أهل الكوفة حتى يقتلون شك